مرحبا فيكم في قناتي إنا ستارز. اليوم يا حبايبي رجعت لكم بفيديو جديد وفيديو كتير حلو. اليوم قررت أشارك معكم حفلة السنة الجديدة إن شاء الله. اليوم هو 31 ديسمبر، يعني في الليل راح يصير 2023، فتابعوا الفيديو معي ولا تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب. أول شي مثل ما تشوفوا أمي كانت هون عم بتحضر العشاء، كانت عم تحضر صوص الفطر مع لحم، وطبعا هون عم بتحضر راس الخروف اليوم، يعني قررت تعمل تغير شوي. وهون عم تعمل ما بعرف شو اسمه بالعربي بس بالفرنسي اسمه ليفو لوفون، فيعني أمي اللي طبخت. مثل ما تشوفوا هون في راسي. وبعدين أنا قررت هون أحضر التيراميسو، قررت أحضر يعني ناكلو يعني في تحلاية، فهمتوا؟ مثل ما تشوفوا أنا اللي عملته، يعني كتير سهل. هاد هو وشي. ولما غمست الكيك أو البسكويت في القهوة أنا عم خلط البيض وهيك. مثل ما شفتوا هون خلصت وعم زين، يعني زينته بالبسكويت. وهون أمي حضرت توست بالسومن والجبن، وهون حضرت هي الفطائر اللي اسمها ليفو لوفون بالجبن والفطر واللحم. وهون الراس، شوف راس الخروف كتير بشهي، والله كتير بشهي. والافوكادو يعني سلطة، اليوم قررنا نعمل سلطة الافوكادو. واو تشوف الطاولة كيف صارت. هون كانت الساعة 9 او هيك شي. مثل ما تشوفوا كان عندنا ضيوف عفوا، فأمي طبخت كتير، طبخت راس خروف وهيك اشياء. وكمان كنا عم نستمع للموسيقى وعم ناكل، يعني مثل ما تعرفوا كانت يعني حفلة رأس الجديدة او رأس السنة الجديدة. هون عم باكل وكمان عم بصوركم. كنت عم باكل دجاج مع رز، يعني كان يوم كتير حلو الصراحة، بس يعني متعب شوي لأنه راح ننام، فهمتوا؟ وبعد ما خلصنا أكل وتنظيف رحت لبست، لأنه لازم نلبس يعني شي في السنة الجديدة. فهون لبست هيك ما بعرف، هذا اللبس تقليدي قبائلي جزائري فقررت ألبسه. وهون صارت يعني زينا طاولة التحلاية، شوفوا عملنا شوكولا، كيك، كولا، تيراميسو، يعني هيك أشياء. وهون رحنا نستمع الموسيقى شوي أنا وعائلتي. مثل ما تشوفوا كنا عم نستمع الموسيقى وعم نرقص. شوفوا كنت عم أرقص، يعني لازم نرقص صح في الحفلات. فمثل ما تشوفوا كان يعني كأنه رحنا في بار وهيك شي. وهون بقى 2 دقائق جديد 2023، وهون صرنا لا لسه ما وصلنا. هون كان بقى 3 دقائق مثل ما قلت لكم، 3 دقائق ونصير 2023. يعني والله الوقت بيمر كتير ساعة، يعني بيمر كتير هيك، فهمتوا علي؟ وهون صارت الساعة 12 بالليل، يعني بوناني سنة حلوة للجميع. باي 2022 واهلا وسهلا ب 2023. بتمنى هي السنة تكون حلوة علينا وعليكم، وبتمنى لكم الصحة والنجاح في حياتكم، واهم شي طبعا هي الصحة والبقاء جنب العائلة. ويب بتمنى يعني تكون هي حفلة رأس السنة كانت جميلة علينا وعليكم. بتمنى يعني فرحتوا بهذا اليوم، وما تخلوا حدا يزعلكم، لأنه ما لازم تزعلوا لحدا. وكمان راح أعطيكم نصيحة، إذا بدكم توصلوا لشي ما تسمعوا لأي حدا، مثلا بدكم تكونوا يوتيوبر أو هيك، واصلوا للحلم. وهلا راح أقول لكم باي.